احمد النجم رمضان صبحي، مبروك يا نجم. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، والحمد لله، ومبروك للشعب المصري كله. الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الخطوه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ندعو نفس. ارهقوك شويه الجماعه بتوع بوركينا فاسو النهارده، يعني ضيقوا عليك الخناق؟ لا خالص والله، بس طبعا هارد لك الاول بوركينا فاسو، والف مبروك لمصر. عملوا ماتش كويس جدا، فرقه كويسه جدا، الحمد لله. احنا كنا عارفين نلعب ازاي، في ارهاق جامد قوي على اللعيبه بتاعتنا. لعبنا بعديها بيومين جايين من بلد تانية، كل دي صعوبات بتقابلنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نخطى. يعني كنا حاطين هدف قدامنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل له ان شاء الله. الخطوه الاكبر بقى ان شاء الله يوم الاحد كده ان شاء الله. ان شاء الله. هل تاثرتم بلعنه الاصابات؟ اصابات كثيره يعني قبل المباراه، حتى ان احمد حسن كوكا قبل ساعات يعني من المباراه، هل ده اثر فيكم نفسيا ولا اداكوا حافز معنوي اكبر لان انتوا لا احنا هنتحدى يعني؟ لا طبعا اللعيبه، كل اللعيبه اللي اتصابت، عارف احنا عمالين كل ماتش يقع مننا واحد او اتنين، طبعا بتاثر على الفريق، بس الفريق كله جاهز. مستر كوبر محضر الفريق كله، اي حد يلعب، كله احنا عندنا هدف واحد، فالحمد لله احنا كل واحد بينزل يؤدي الدور اللي عليه واللي الجهاز الفني عايزه، والحمد لله كل يعني قدرنا ان احنا نظهر بشكل كويس الحمد لله، ونوصل للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله. هنلعب فاينل يوم الاحد ان شاء الله. هدفنا اللي احنا ناخد البطوله ان شاء الله، ونحقق انجاز لينا وللعيبه ديت وللجهاز وللشعب المصري كله، طبعا عايزين نفرحه ان شاء الله. اخيرا رمضان، عشان بس تبقى الصوره كلها واضحه، يعني قيل ان رمضان العلاقه بقى يعني كان فيها توتر شويه مع الجهاز الفني او مع كوبر بشكل خاص، لو سمحت وضح الامور كلها للراي العام. لا طبعا انا طلعت قلت قبل كده، بس هقول تاني، مفيش اي مشاكل ما بيني وما بين مستر كوبر. مستر كوبر المدير الفني بتاعي، راجل بحترمه وكل تعليماته بحاول انفذها. بعد ماتش اوغندا حصل سوء تفاهم كده، انا كنت طالع متضايق شويه، بس ما كنتش متضايق على التمرين، ما كنتش متضايق عشان التغيير، انا كنت متضايق بس كان نفسي ابقى مع الفرقه، كنا لو تعادلنا الماتش ده بنسبه كبيره كنا هنبقى بره، كان غيره بس على المنتخب وغيره على فرقتي اللي انا كان نفسي ابقى موجود. لكن انا عمري ما اعترضت على تغيير ولا عمري اعترض، ووجهه نظره وانا بحترمها وهفضل احترمها. بس الناس بس بتركز في حاجات بسيطه كده، ان شاء الله احنا يعني يدعوا لنا بس اهم حاجه ان شاء الله عشان نعمل حاجه يوم الاحد ونفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. ان شاء الله كلنا هنفرح، و90 مليون يبقوا في سعاده، وكل الامه العربيه بنصر لمصر ان شاء الله، ممثل العرب ان شاء الله والله، واحنا ده اللي عايزين نعمله والله، بنفكر في الشعب وفي مصر قبل ما نفكر في نفسنا. ان شاء الله الناس تدعي لنا كده ان شاء الله عشان نعمل حاجه كويسه يوم الاحد، عشان كده هناخد الكاس ان شاء الله. الله يا رب. مبروك يا روميو. ربنا يخليك، شكرا. احمد. شكرا احمد نوير.